tête de cette influenceuse a été retrouvée dans une marmite. It's believed that Abby was attacked in the car. Nouveau concernant l'affaire du meurtre sur cette influenceuse chinoise. Choi a été tué et son corps démembré vient d'être... The murder of Abby Choi is trending everywhere. في هاد الحياة كنختاروا بزاف الاختيارات، تقدر تكون مزيانة في بعض الأحيان، تقدر تكون ماشي مزيان، ولكن كاين مرات الاختيار الخاطئ كنقدروا نخلصوا عليه بزاف. ملي كنقول بزاف كنعني خسارة حياتك. ابي ملي كانت عندها 18 عام تزوجات بأليكس، ولدت منه 2 ديال الاطفال. ما اتفقوش بيناتهم، عندهم بزاف المشاكل، قرروا يطلقوا من بعد الزواج ديالهم كان دام 3 سنين. في 2016 تزوجات بواحد الشخص سميتو كريس، كان غني عنده الفلوس عكس أليكس اللي كان من عائله متواضعه. عنده الفلوس ما محتاج حتى شي حاجه، عنده سلسله ديال المطاعم، يعني غني في حاله تزوجوا، ولكن ما كانش بيناتهم عقد ديال الزواج، يعني تزوجوا غير هكاك. ولدت منه حتى هو 2 ديال الاطفال، يعني في المجموع عندها 4 ديال الاطفال. كانت مقابله ولادها كلشي كان كيهضر عليها زوين، كانها بنت ظريفه كتعاون المحتاجين، صحابها كيعاملوها مزيان، كتعاملهم مزيان، كيعاودوا عليها غير زوين، حتى واحد ما كيعاود عليها خايبه. رغم انه كانت في قمه ديال الثروه ديالتها، هي بوحدها راها كونت ثروه من الموضه وداكشي ديال الفاشن ولا عروض الازياء، وكانت حتى كتصمم حتى الملابس، يعني كاع عندها شركه صغيره وكان عندها بزاف ديال الاعمال هي اللي كديرهم. ابار عائلتها اللي كانت هي لاباس عليهم، اللي كانوا ما موافقينش على الزواج ديالها بالزواج ديال الاول اللي هو أليكس، لانه كان جاي من عائله فقيره، يعني ماشي لاباس عليه، ماشي من الطبقه ديالتهم. ما علينا. ملي تزوجات بكريس في 2016 كانت عايشه مزيان، ما خاصها حتى خير، حتى واحد النهار غتمشي عند عائله راجلها الاول، اكس ديالها الاول، الطريق ديالها، مشات عندهم وقالت لهم بغيت نبيع الدار اللي شريت لكم، بغيتها وفي المقابل نعطيكم واحد الدار اللي هي عاديه. وهم ما فهموش لاش دارت معاهم بحال هكا، يعني ماشي محتاجه لديك الفلوس ديال ديك الدار. شنو هو السبب؟ الله اعلم. كاين اللي تيقول السبب بان عرفاتهم كيستغلوها ماديا، كيستغلوها في اي حاجه فيها الفلوس، بغينا هادي وهي ما كتقولش لهم لا، لانها كتعتبرهم بحال عائلتها، ولكن هما العكس، كانوا معتبرينها بنكه متنقله غا يقدوا في هذاك الشيء اللي بغاو، يعني فيكتيم بالنسبه لهم. مزيان. هي كانت تتعامل، غتقول ليش كانت كتعامل معهم بحال هكا، من بعد ما طلقات صافي غتلغي العلاقه ديالتهم معاه. هي لا، مع راجلها الاول كان عنده معاها الاطفال وما كانتش بغات زعما تنهي العلاقه، كانت معتبرهم بحال العائله، كانت كتعرض عليهم واخا راها مجوجه، تعرض عليهم تسافر معاهم، تجيب لهم الهدايا الغاليين، معتبرها بحال عائلتهم وكثر، ولكن همايا ما معتبرينش هكاك. حتى غاجي قلت لكم واحد النهار وغتقول لهم بغيت نبيع الدار اللي نتوما عايشين فيها، بغيتها داري انا شريتها لكم، بغيتها. وهما ما غاديش يعجبهم الحال، خصوصا الاب ديال أليكس ما غاديش يعجبو الحال، وتضارب معاها وقال ليها الا رجعتي هضرتي معايا في هذا الموضوع هددها بالقتل، لان صاحبتها قالت هكا للشرطه، حيت هي ابي اللي عاودت ليها، قال ليها الا عاودتي جبتي معايا الموضوع غندير فيك شي حاجه ماشي تالها. هي اعتبرتها غير كتهديد يعني، ولا حيت ما باغيش يخلي الدار اي واحد فينا غيكون عايش في واحد المستوى اللي هو كبير، وغيجي شي واحد غيقول لك غنحيدك من داك المستوى وغنعطيك لواحد الحاجه اللي هي نازله عليها، راه حتى واحد فينا ما غادي يبغي، رغم انهم ما تعبانين لا في هذوك الفلوس لا حتى شي حاجه، يعني عايشين باردين. هاد العائله الماضي ديالها ماشي زوين. اول واحد اللي هو أليكس كان كيتهم بالاختلاس ديال الاموال، يعني كيشفر الاموال وكيدير تبييض ديال الاموال الناس اللي يعني كيديروا في داك الشيء ديال الغير قانوني، وتحكم عليه شحال من مره ولكن كان تيخرج منه. الاب ديال أليكس اللي عمره 68 عام، واخا العمر ديالو كبير ولكن داير الفعايل ديال الشياطين. الاب ديال أليكس ساهمته واحد السيده بانه تم الاعتداء عليها، وهو كان خدام رئيس شرطه مع رئيس شرطه هونغ كونغ، وهذا الشيء اللي خلاه انه يدير الاستقاله ديالته، لان هذه الفضيحه راه ماشي اي فضيحه. الام ديال أليكس اعلنت الافلاس ديالها سنه 2016. انطوني كان عنده بزاف ديال الديون والشيكات بدون رصيد. انطوني بالخصوص كان ابي كتعاملو بصفه مزيانه بحال خوها، خدماتو عندها كسائق ديالها الخاص، وكان كيدير لها بعض الاعمال ديالها التجاريه. هادشي كامل درت معاهم. كان خدات ليهم الدار، احسن دار ديال الاحلام ديال اي واحد كيحلم يسكن فيها، كانت كتصرف عليهم من الف
حتى الياء، يعني ما كتخصهم حتى شي حاجه. كما قلت لكم ملي ابي بغات تبيع الدار اللي هما كانوا ساكنين فيها، ما عرفوش علاش السبب، الاب ديال اليكس ما عجبوش الحال، ما عجبوش الحال وقرر بانه ينتقم منها، لانه عرف بانه ما محتاجش الفلوس باش غتبيع ديك الدار. ولكن ابي من وحده من المقربات ديال اصحاباتها قالوا بانها عرفت بانه كانوا غير كيستغلوها، يعني عرفت الحقيقه، يعني كانوا كيستغلوها على قبل الفلوس، واي حاجه بغاو لنا غير الفلوس، ما كيسولوا فيها كي دايره، اش كتعاودي، الاحوال ديالك، فين ما كيعيطوا ليها بغاو الفلوس، بغاو المصروف اللي كانت كتعطيهم، رغم انها راه كتمطلقه من الولد ديالو، يعني كانت كتعامل معهم غير باحسان، وحيداش بيناتهم الاطفال ما كانتش باغات بانها يعني على قبل الولاد ديالها، ما كانتش باغا تنزل من المستوى ديال عائله راجلها السابق، حتى غيجي نهار 21 شهر 2 2023 غتكون النهايه ديال ابي على يد العائله ديال راجلها السابق. ملي غادي تشوف الشرطه غتدخل الدار اللي كانوا فيها، كانوا قطعوها الاشلاء، قطعوا الجسم ديالها، يديها داروهم في الثلاجه، والبعض من الجسم ديالها داروه حساء شوربه مع الخضر. واش كلاوها ولا بغاو غير يخفيو معالم الجريمه؟ هما كيف ما حقوا معاهم قالوا بانه بغاو يخفيو غير المعالم ديال الجريمه، والاعضاء ديالها كل قنتو فين لاحوه. الشرطه كيفاش عرفت هذا الشيء؟ راقبوا التليفون ديال انطوني، حيت عرفوه هو اخر واحد اللي شافها ملي كانت غتمشي تجيب ولادها من المدرسه، ما داهاش عند ولادها المدرسه، ضربها على راسها، لان لقاو في اللور ديال الطوموبيل لقاو بزاف ديال الدم. هذا الشيء باش عرفوا بانه ضربها على راسها حتى فقدت الوعي، وكاين اللي تيقول بان ديك البلاصه فين مات فيها بالطوموبيل باش داها للدار اللي كاب ديال اليكس اللي كان كاريها لمده ديال شهر باش ينفذوا الجريمه ديالتهم. ملي مشاو الشرطه شافوا، خداو التليفون ديال اليكس وعقبوا التليفون ديالو في الجي بي اس، لقاو في نفس النهار مشى لواحد الدار اللي كتبعد ب 30 دقيقه بالطوموبيل على هونغ كونغ، في واحد المدينه اللي ما كيسكنش فيها الناس بزاف. ومني سولوا السكان ديال ديك المدينه ديال ديك الحي اللي كان كراب بات اليكس، قالوا بانه كان كيشوفوا بات اليكس لمده شهر كيدخل الدار وكيخرج، ما كيهضر مع حتى شي واحد، يعني كانوا كيصايبوا الدار اللي غادي ينفذوا فيها الجريمه الشنيعه ديالتهم. مني البوليس دخل ديك الدار لقى مسرح الجريمه ديال شي كزار، داكشي اللي داروا فيها لقاو السيوف ولقاو بزاف ديال الحاجات اللي كانوا كيستعملوها باش يقطعوا الجثه ديالتها. هادشي كامل دارت معاهم، ما تمرش فيهم الخير وانتقموا منها اشد انتقام. علاش؟ حيت بغات الدار ديالها اللي هي شراتها ليهم، ما تعبوا فيها، ما خدموا عليها، ما حتى شي حاجه. وهذا الشيء كامل علاش؟ وشكون اللي خطط لهذا الشيء؟ هو الاب ديالهم. حيت علاش؟ غتقولوا لي علاش شنو غيستافدوا من الموت ديالها؟ باش غيستافدوا من الموت ديالها لان الاولاد ديالها باقين صغار، ومني غادي تموت ما تنساوش بانها الزواج ديالها الثاني ما كانش موثق، يعني الزواج ماشي على الورق، يعني مجوجين غير هكاك، يعني قانونيا فحال ما مجوجينش. وهما ملي غتموت الام ديال الاطفال، ملي غتموت ابي، وهما اللي غادي يكونوا الوصيين، يعني اليكس غيكون واصي على ولادو، غياخذ الثروه ديال ولادو اللي الولاد ديالو غياخذوها من الام ديالهم باش يعيشوا، هو اللي غادي يتحكم في ديك الثروه، حيت الدراري صغار باقي ما يوصل لسن الرشد، وباقيين اطفال صغار، يعني باقيين كيمشيو للمدرسه، واحد عنده 6 سنين والاخرى عندها 10 سنين، يعني باقيين اطفال صغار. هو اللي غادي يكون، يعني هما اللي غيتمتعوا في الفلوس ديالها، وغادي ياخذوا داكشي اللي بغاو بلا حتى واحد ما يسولهم لاش بغيتو دوك الفلوس ولا علاش، وغيبقاو في نفس الدار اللي كانوا عايشين فيها، ويقدروا يجيهم الفلوس كثيره، يعني يعيشوا غنيين كيف ما هما كانوا باغيين. ولكن الحكمه ديال الله والروح عزيزه عند الله، هادشي ما غاديش يتم اليوم الاخير، لان الشرطه عرفتهم هما اللي داروا هادشي كامل، السبب البشع ديالهم والبغض ديالهم والفلوس، اللي محبه الفلوس ديالهم اللي باغينا بلا حدود، بلا ما يخدموا بلا ما يردموا، هي اللي خلاتهم يديروا هاد الجريمه الشنيعه. الوحده تعاملت معهم بالانسانيه، اتقي شر من احسنت اليه. هذا هو عنوان ديال هذا الفيديو. هادشي كامل داروه على قبل الفلوس، وهادشي الطيبه ديالتها هي اللي وصلتها لهادشي كامل. علاش ديما خاصنا نتعاملوا مع الناس كيف ما كيتعاملوا معنا، يعني ما نتعاملوش اكثر من اللي تيعطيونا الناس. شوف كيفاش تعاملت معاهم، خلاتهم مخصوصين من حتى شي حاجه. نهار اللي بغات غتبيع غير الدار، وما كانش غتخليهم في الزنقه، يعني تعطيهم دار ولكن ماشي في نفس المستوى، يعني يعتمدوا على راسهم شويه. ولكن هم ما عجبهمش الحال، قالوا يعني كيفاش هي لاباس عليها وغنية لهاد الدرجة وطمع عليهم حتى في ديك الدار. هادشي علاش فقط معطلة، ولكن كالجزاء ديالهم اللي هو صعيب بزاف.
وللاسف الصين ما عندهمش حكم ديال الاعدام، يعني لا تحكم عليهم يتحكم عليهم غير بمؤبد، ما يحكموش عليهم بالاعدام، لان هذا هو القانون ديال الصين. فهاد القضيه غنتعلموا وما نثيقوش في الناس اكثر من اللي خاصنا نثيقوا فيهم. يعني هادو كانوا يحصر كانت دايرهم فحال العائله ديالتها، كتعامل معاهم مزيان، كتصرف عليهم، ولكن هما جزاوها بالقتل ديالها بابشع طريقه. نتمنى تكون عجبتكم القضيه، وقولوا لي في الكومنتات كيفاش جاتكم هاد القضيه، وما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك لان هذا اول فيديو ليا في القناه. كنشكركم بزاف على المتابعه، وكنقول لكم الى اللقاء القضيه جديده.